اصعب وقت اللي تقدر تنجح فيه هو هذا الوقت هذا. يوميا كتدمر الدماغ ديالك، كتشتت وكتفقد التركيز ديالك، والهرمون اللي لاعب عليك هو هرمون الرجوله اللي هو التستوستيرون ناقص بزاف. هادشي اللي قلت ليك هذا كامل هو اللي مخليك ما دير والو في حياتك. ما غاديش نعمم على كل شيء وغادي نقول كل شيء كيعيش هاد الحياه، ولكن اكثر من 90% ديال الشباب كيديروا هادشي وهما ما عارفينش الخطوره ديال هادشي هذا اللي يقدر ما يخليك دير والو في حياتك، وما يبقى عندك لا تركيز لا نشاط لا حتى شي حاجه. غادي تبقى ناعس نهار كامل وما عارف ما دير ودايره بك الدنيا، كتقول انا مالي ما ندير والو، ما كنفكر في والو، ما قادر ندير والو. وهادشي كامل كيجي من الافعال، داكشي اللي كتكون كدير في النهار ديالك. اول حاجه اللي هو البورن يقدر يدمر لك حياتك، يقدر يخرج لك على المستقبل ديالك، ويقدر يدمر العلاقه ديالك بين الزوجه ديالك. الافلام الاباحيه واحد العالم افتراضي اللي ما كيساليش واللي خرج على بزاف ديال الناس كيتفرجوا فيه يوميا، اكثر من بليار واحد اللي كيشاهد هاد الافلام هادو، وحتى واحد ما عارف الخطوره ديال هادشي وفين يقدر يأدي به، وشنو غادي يقدر يدير الدماغ ديالك. الحوايج اللي كيقدر يدير الدماغ ديالك هو كيشتت التركيز ديالك، كيخليك ديما فاشل وما عارف ما دير، كيخليك ديما ما تقدر دير حتى شي حاجه في حياتك، ما تقدر تخدم، ما تقدر تنوض تريني، ما تقدر دير حتى شي اكتيفيتي اللي غتقدر تزيد بك القدام. كيولي الدماغ ديالك كيفكر غير في البورن، كتنعس في البورن وكتفيق على البورن. كيأثر على الدماغ بنسبه كبيره. الا جبنا جوج ديال الناس ولقينا واحد ما كيتفرجش في البورن وواحد كيتفرج في البورن، بطبيعه الحال غادي نلقاو هذاك اللي ما كيتفرجش في البورن عنده نسبه كبيره ديال الهرمون ديال التستوستيرون، عنده نسبه كبيره انه يقدر ينجح في حياته. كتولي انت عايش في واحد الدوامه اللي ما كتساليش، واحد الدوامه اللي غادا تخرج لك على حياتك وغتخرج لك على المستقبل ديالك وما غتخليك دير والو. وهادشي كامل كيجي بسبب داك الدماغ اللي كيبقى يقول لك كل مره دوز تفرج في هذا الفيديو هذا. وانا متاكد الا كتقول ديما اخر فيديو ديالي غادي نتفرج فيه، ولكن هذا الوعد اللي كتعطي راسك كتخونو من بعد. وتخيل معايا دابا انت راجل بالقيمه ديالك كامله، المتعه ديالك كتولي في التليفون ديالك. وهذا الشيء هذا كون طبقتيه في حوايج اخرى غادي تكون قدرتي توصل حوايج زوينه بزاف، لانك كتكونسومي واحد العالم وكتكونسومي واحد المحتوى اللي مدمر الدماغ ديالك. وانا ما نبغيش لك هادشي في الصراحه. كتولي فيك واحد البروده، انسان كتولي بارد بزاف. خاصك تعرف ان في هذا الوقت بزاف ديال الشباب ولاو كيلتجئوا لهادشي هذا. علاش؟ حيت ما كتكونش عندهم واحد الثقه في النفس، كيكونوش تايقين في راسهم، ما كيكونش تايق في الرجوله ديالو، لذلك كيمشي الحوايج الساهلين. غير بكليك وحده تقدر توصل لهذا العالم وتقدر تجيب النشوه ديالك غير في دقيقه. ولكن كعارفش بان هاد النشوه هادي الا بقيتي غادي عليها غادي تقدر تدمر لك حياتك بلا ما تحس، حتى تكبر في السن وغادي تعرف بالقيمه ديالك انت كراجل. وانا كنصحك ما تبقاش دير العاده السريه. كما كدير العاده السريه داك الهرمون ديال الدوبامين كيطلع بواحد الطريقه اللي ما يمكنش. الا بغيتي تبعد عليها خصك دير جوج حوايج. اول حاجه انك تكون انت باغي تبعد عليها، انك تكون انت قادر وعندك القدره انك تتحكم في الدماغ ديالك. ثاني حاجه هو انك تحاول تعمر الوقت ديالك بزاف ديال الحوايج، بلونطرينمون، بالخدمه، باي حاجه. المهم ما تبقاش بوحدك في واحد البلاصه معزول عليها. هادشي هذا اللي قلت لك هو تقريبا اللي غيقدر ينقص شويه من هادشي هذا. الا قلبتي في يوتيوب غيبان لك بزاف ديال المواضيع اللي كيهضروا على هذا الموضوع هذا، ولكن حتى حد ما غادي يقول لك بالخطوره ديالها 100%. كيف ما قلت لك انا لخصت عليك هادشي كامل وجيتك من الاخر، قلت لك الحوايج اللي غيوقعوا لك بالضبط والحوايج اللي باش تخلص منها بالضبط، لانني عطيتك السكري ديالك هو الدماغ ديالك. الا تحكمتي بالدماغ ديالك، الا تحكمتي في الدماغ ديالك 100%، انا غادي تقدر تحكم حتى فيها هي وتبعد عليها. الرساله ديالي وصلت، والرساله ديالي وصلت لك انت. بقى لك غير تطبق وتعرف شنو دير.